في جبل الموتى، يعتبر من اعلى القمم اللي موجوده في سيوه. في سيوه كذا جبل، في جبل الدكرور وده مشهور قوي، بترجع شهرته انه بيقام فيه العيد السيوي السنوي اللي هو عيد الساحل. ده بيكون في تقريبا نص اكتوبر من كل سنه، وده عيد معروف باسم عيد الصلح، لان كان في قبيلتين في سيوه قعدوا متخانقين فتره طويله واتصالحوا في الفتره دي، ومن ساعتها بقى عيد قومي لسيوه، ومن الاعياد المهمه جدا جدا عيد الساحل. وده بيقام بيعملوا احتفاليه قدام جبل الدكرور في شهر اكتوبر من كل سنه. في جبل جعفر برضو اللي هو موجود على البحيره هناك ده، ولكن اعلى جبل فيهم الجبل اللي احنا هنوصل على قمته ان شاء الله، بتاع جبل الموتى. سمي طبعا الاسم غريب جدا، ليه اسمه جبل الموتى؟ جبل الموتى اتسمى بالاسم ده عشان في العصور الفرعونيه واليونانيه والرومانيه كان بيتم نقل جثث الموتى عن طريق جبانات، هتلاقوها موجوده الجبانات دي، وموجوده وانتوا طالعين هتشوفوها كتير قدام. بيتم نقل الجثث من تحت الارض عن طريق الجبانات دي، لان كان تعرض الجثه للشمس، طبعا النقل كان بياخد فتره، تعرض الجثه للشمس في الفتره دي كان بيضرها، وهم كانوا بيحبوا يحتفظوا او يحافظوا على الجثث ويحنطوها زي ما احنا عارفين، فكانوا بيحاولوا يحافظوا عليها على قد ما يقدروا ويبعدوها عن الشمس فتره نقلها. فكانوا بينقلوها عن طريق الجبانات، كانت بتتنقل من قلعه شالي ل معبد الاسكندر او معبد امون اللي احنا هنروحه اخر يوم ان شاء الله، عن طريق الجبانات. تراب بس مش يعني تراب فتره مؤقته. التربه اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي بيفضل الميت فيها طول العمر، لا دي يعني فتره نقله بس من منطقه لمنطقه عشان ما يتعرضش للشمس. لا عملوا بقى هنا بعض الغرف مش مفتوح منها المفروض غير واحده دي، المفروض ان حد يجي يفتحها لنا يعني من الجبل، هنشوف دلوقتي حد. الغرفه دي فيها نقوشات كده على الجدران بتحكي بعض القصص، هتلاقوها جوه على الجدران، ودي اللي لسه فيها الى حد ما نقوشات بالالوان كمان، زي النقوشات اللي بتلاقوها في المعابد بتاع الاقصر واسوان كده. هتلاقوا في نقوشات في الغرف دي. سيوه فيها معابد تاريخيه زي ما انا قلت، مش بس الاقصر واسوان اللي فيهم، سيوه فيها معابد تاريخيه اشهرهم معبد امون ومعبد التنبؤات اللي ان شاء الله هنروحهم اخر يوم في الرحله. جبل الموتى ارتفاعه حوالي 50 متر، مش كبير قوي طبعا مقارنه بجبال اكبر كتير موجوده في مصر زي جبل موسى، سلسله جبال البحر الاحمر، وجبال سينا وسانت كاترين، كل دول اعلى كمرتفع من جبل الموتى. هتطلعوا المفروض جبل توصلوا للقمه، هتشوفوا منظر خطير جدا 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 من فوق. ممكن تكونوا مرهقين مش قادرين تطلعوا، بس بجد المنظر يعني يستحق انكم تطلعوا. هتشوفوا سيوه كلها، هتشوفوا النخل ده بقى بشكل كبير جدا، وهتشوفوا البحيرات والجزر، وهتشوفوا الجبال والهضاب اللي موجوده في سيوه من المنظر من فوق. حلو قوي قوي قوي، فانصحكم انكم تشوفوه. انا بس عايز اشوفكم الاول حد يفتح المفتوحه. طب ندخل بقى 10 عشان الاوض صغيره، 10 يا جماعه عشان الاوض صغيره، يعني اللي عايز يطلع الجبل وينزل قبل ما ال10 يدخلوا قطع تذاكر بس طب يلا نقطع التذاكر عشان الشنطه. طب يا ادخلوا قبل ما اقطع التذاكر. 10 يخش، مش اكتر من كده. الكل يلتزم بالكمامه بس عشان اخش المطار. الكمامه يا جماعه.